مرة كان عندي عميل إماراتي، الراجل ده بصراحة نال حظ المبتدئين، يعني جت معاه حلاوة زي ما بيقولوا. أودع $600 بس، بدأ يشتغل من غير وعي، من غير خبرة، ومن غير أي علم بالسوق. بس سبحان الله الصفقات مشيت في صف. طيب الراجل ده عمل الصح؟ أول خطوة كانت صح، قفل على المكسب. بس هنا المفروض يبدأ يتعلم، يبدأ يدور، يفهم، يستغل الفلوس اللي جاتله بالحظ ده، صح؟ لكن لا، قالك زي ما حولت 600 ل 30,000 أحولهم ل 500,000، مليون حتى. الطمع ركبه والعقل قال له انت صح، كمل كده، انت عندك الإحساس اللي بيكسب. وفعلا كمل، لكن كانت النهاية خسر اللي كسبه وأودع تاني، وخسر أكتر من اللي كسبه أصلا. إيه اللي حصل هنا؟ فرصة جاتله بس معرفش يستغلها. السوق اداله هدية بس هو مفكرش يتعلم منها، حب يكمل بالإحساس، بالشعور، بالويم كده زي ما بيقولوا. والنهاردة لسه شغال، وبسم الله ما شاء الله لسه بيشتغل بالإحساس لحد دلوقتي، على أمل إن السوق يديله فرصة مرة تانية، وشايف إن طريقته دي صح. والسوق علمه درس ما تمتنهوش لألد أعدائي. تفتكر لو كنت مكانه كنت هتعمل إيه؟